يوتيوب اعزائي المشاهدين من هذا الكوكب الكبير، اهلا وسهلا بكم. هنا احمد الهادي، وعودة مرة اخرى لمقارنات الاربع مطاعم. اليوم عندنا مقارنة لواحدة من اشهر وافضل الاكلات الشامية، او يعني هي صراحة اكلة لا تعدت الشام، يعني اتوقع هي بدايتها من الشام لكن انتشرت في جميع العالم، اللي هي ايش؟ اللي هي الشاورما. طبعا احنا قبل كده قد سوينا حلقة عن الشاورما العربي، حاليا هو الجزء الثاني من الشاورما العربي. طيب ايش الاربع مطاعم يا ابو الهداوه اللي انت جبتها؟ الاربع مطاعم اللي هي مروش، السنديان، ابو نمر، والسندباد العربي. فنتمنى ان تكون منافسه شرسه ونستمتع بها. فيلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. اعزائي المشاهدين، فلترحبوا معنا باول ضيف هذه الحلقه واللي هو شاورما ابو نمر. شوفوا يا جماعه، ده الكيس تبع شاورما ابو نمر. طبعا يا جماعه التقييم بس راح يكون على الطعم، لكن يعني حنحط في عيننا الاعتبار انه السعر والباكج والحجم، ويعني الليله دي كلها حنحطها في عيننا الاعتبار. اهلا وسهلا يا ابو نمر. خلونا نشوف ابو نمر ايش مقدم لنا. صحن العربي، شوفوا يا جماعه، ده صحن العربي تبع ابو نمر، وده اللي هو الفلفل، وجايب برضه اللي هو المخلل، ومعاها كذا 3 حبات كاتشب. طب بكم سعر ابو نمر؟ سعره ب 18 ريال، سعره صراحه مناسب. طب خلينا نقول بسم الله ونفك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعه، ده صحن الشاورما تبع ابو نمر، والان حان وقت الالتهام. طيب اول شيء بسم الله نجرب اللي هي البطاطس. طبعا سعر 18 ريال ده احنا طالبين في الحلقه دي كله كبير، عارف اللي هو يجيك سيخان شاورما. الصحن في له كل شيء، انت بتتكلم عن بطاطس، تتكلم عن شاورما، تتكلم عن الثوم، في برضه اللي هنا اللي هو الثوم السبايسي، وهنا الفلفل، وهنا المخلل، وفي برضه الكاتشب. فيعني صراحه كباكج توب. خلونا نقول بسم الله ونتذوق البطاطس. بسم الله. حلوه البطاطس، عليها كمان بهارات كذا. خلونا نيجي الحين لصفين الشاورما. شوفوا يا جماعه ما شاء الله، دي الشاورما تبع ابو نمر، ما شاء الله تبارك الله. كميه الدجاج اللي فيها طيبه، خبز الصاج متجمر كذا. خلونا نقول بسم الله ونلتهمها. بسم الله. صلاة النبي يا جماعة، الشاورما لوحدها تحفة، حقيقي تحفة، كذا فيها حمضية كذا، تكميلة الخبز، الدجاجة من جوا بطلة، التتبيلة اللي فيها بوف، ما في أي شيء، ترى سادة. يعني أنت بتاخذ القطعة العربي ذي الدجاج ما في أي شيء، لا فيها لا ثوم ولا فيها شيء شطة ولا أي شيء. خلونا الحين نذوق الثوم اللي يعتبر واحد من أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة في صحن عربي. بسم الله. جيد. ناخذ اللي هو الثوم الحار السبايسي. حلوه دي، اللي يحب الثوم سبايسي ياخذ دي كذا كانها صوص كوكتيل. فك اللي هي الصلصه الحاره هذه، يعني هي اتوقع على الطريقه الشاميه، انا دي مره اعشقها خاصه مع الشاورما العربي. يعني ندوقها كذا. واو. استنى، مخلل شرايح صغيره. لا احنا كده لازم ايه؟ لازم نسوي اللقمه اللي هي اللقمه الملكيه. ثوم كذا، وتحط عليها شويه فليفله، وتديها كذا شريحه مخلل، وفوق بطاطس. شاهد معي هذه اللقمه الملكيه. خلونا نقول بسم الله ونلتهمها هذه. بسم الله. ميكس الفلفل ده مع الثوم في النفوخ، مو الدماغ، النفوخ. واو. شاورما ابو نمر يعني كذا قال لي اسمع ترى الحلقه دي حلقه جباره، مو حتنبسط، حتستمتع. فبدايه جدا قويه من ابو نمر في هذه الحلقه. يلا بينا نروح اللي بعده. يلا بينا نيجي الحين لثاني مطعم معانا واللي هو مروش. شوفوا يا جماعه، ده اللي هو شاورما مروش. طيب بكم سعره ده؟ سعره ب 22 ريال، اغلى من ابو نمر ب 4 ريال. طب خلونا نشوف ايش جايب لنا مروش. جايب لنا 3 حبات ثوم، وجايبين لنا اللي هي الشطه الدمشقيه دي، ولا الصلصه الحاره الدمشقيه، والله ما ادري ايش اسمها. المهم انه الشيء السبايسي هذا، الصلصه السبايسي. واخر شيء واللي هو اهم شيء واللي هو صحن العربي. شوفوا يا جماعه، ده صحن العربي تبع مروش. طبعا مروش ايش كاتبين؟ لا تعاتبوا ولا تودعوا، بكره الشاورما ترجعوا. ما ادري يعني يكلموا مين، بس اوكي. خلونا بسم الله نفك
مروش ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعة ده اللي هو العربي تبع مروش. إلى الآن يعني أوكي جايبين تقريبا ثوم زيادة عن أبو نمر، لكن كباكج أنت بتتكلم ما في إلى الآن مخلل، ما في برضو اللي هي مثلا الصلصة الحارة ذيك اللي كانت بالثوم السبايسي. طب خلونا نقول بسم الله ونذوق البطاطس. بسم الله. اوكي بطاطس ساده مره، عارف اللي مره يعني حتى اوكي حتى حق ابو نمر جاهزه، لكن يعني كان فيها كذا اللي هي تتبيله كذا انه حقتي بطاطس كذا عليها بهارات خاصه. هنا لا ساده مره. نيجي للمهم واللي هو شاورما مروش العربي. شوفوا يا جماعه دي حبه الشاورما تبع مروش. خلونا نقول بسم الله ونلتهمها. بسم الله. قطعة الدجاج تقريبا قصتها هنا تحسها كذا اثقل، فبتحس بالدجاجة مرة. الشاورما بطلة صراحة يا جماعة. الشاورما دي حاجة والله اسطورية، يعني عارف شيء كذا يجلب السعادة للبني ادم، تغير مزاجك. عارف انت زعلان كل شاورما شوف بعدها، يعني لا تكلمني، عارف انت جربها وشوف كذا، عارف اللي منشكح كذا. بسم الله ايش بو هذا منشكح كذا ايش ماكل شاورما، عارف اللي مبسوط هو. خلونا نفك الثوم. الثوم تبعهم جيد، افضل من حق ابو نمر كمان. الشطه ما عجبتني الصراحه مره، اصلا ايش فيها طعم كذا مراره كذا غريب. يعني انا بني ادم حاكل الثوم بس، بالرغم ان انا مره اعشق الصلصه دي اصلا، حتى كنت جالس اقول لكم اخذها بالثوم كذا. طيب بالنسبه لي انا شاورما مروش هي كشاورما جيده حلوه خفيفه بسيطه. الباكج يعني ما يخليني مره في قمه استمتاعي. انت بتتكلم يعني انا الشيء اللي انا مره احبه اللي هو الفلفل هنا مو عاجبني، والثوم جيد، لكن اذا بتتكلم فين المخلل مثلا، يعني انا برضه احب المخلل. فين مثلا البطاطس مثلا البهارات اللي فيها، لكن كشاورما جيده فيها سنه دهنه اكثر من حقت ابو نمر. ما ادري هي من البطاطس ولا من الشاورما، ولكن هذه كانت تجربتي في مروش. يلا نروح اللي بعده. طيب نيجي الحين للمطعم الثالث اللي معانا واللي هو من السنديان. شوفوا يا جماعه ده الكيس تبع السنديان. طيب بكم سعره ده؟ سعره ب 32 ريال، يعني عارف من 22 ل 32 ابعد شيء. فيعني نبغى نشوف ايش حيقدم لنا. اول حاجه جايبينها اللي هي كيس البطاطس، وجايبين 3 حبات كاتشب، وجايبين شوكه، واخر شيء واللي هو اهم شيء اللي هو الصحن العربي. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعه ده صحن العربي تبع السنديان. طبعا يا جماعه في الصحن ده متقدم اللي هي شاورما الدجاج العربي اللي هي متقطعه، وفي اللي هو الكولسلو، ودي الاضافه الجديده اللي ما كانت موجوده لا في ابو نمر ولا حتى في مروش. وفي برضه اللي هو الثوم، يعني الى الان ما في مخلل برضه، ما في الفلفل، بس موجود برضه كاتشب. طب خلينا نقول بسم الله ونذوق الكولسلو. بسم الله. جيدة. احلى شيء كمان يا جماعه شوفوا ما شاء الله مقدمين قطع دجاج كذا رشينه كذا فوق السندوتشات حقت العربي. خلينا نقول بسم الله. اول شيء نذوق البطاطس. حبتين بطاطس ساده. طيب خلونا نخش في ساندويتش الشاورما. شوفوا يا جماعه ده دجاج الشاورما تبع السنديان. صراحه ما نعرف ليش مخلي الكيس هنا من اول. طب خلونا نقول بسم الله ونذوق شاورما السنديان. بسم الله. بس الخبز شويه كذا قاسي. خلينا نشوف الثوم لوحده كذا. طيب الثوم حقهم. صراحة أكثر ما يميز شاورما السنديان هي إنه شاورما على الفحم. الخبز نوعيته مو مرة أنا عجبتني، ناشف. موضوع إنه ما في أي شيء سبايسي، وأنا بني آدم مثلا أحب سبايسي، خلاص أنت كذا بعدتني، فاهم؟ أنت كذا بمجرد إنه ما في سبايسي بعدتني أنا. لا اوكي طلع لك يعني بما انك انت 32 كمان ادينا كده اللي هي الصلصه الحاره ذيك، يعني على اساس انا لو حبيت اخش في الجو اخش معك. طيب يا جماعه كده خلصنا مطعم السنديان، يلا نروح المطعم الاخير. طيب نيجي الحين لاخر مطعم معانا في الحلقه واللي هو السندباد العربي. شوفوا يا جماعه ده الكيس تبع السندباد العربي. طب بكم سعر السندباد؟ سعره ب 28 ريال، يعتبر ثاني اغلى واحد بعد السنديان. وش الهرجه يعني 18 22 28 32، يعني يا 8 يا 2 ليه؟ يعني واحد
هل لها اي رابط مع الشاورما العربي يعني؟ خلونا الحين نشوف السندباد ايش جايب لنا اللي هي الشوكه يعني كولسلو. اوكي، وجايبين اللي هي الفلينه دي زي حقت ابو نمر، في كم حبه بطاطس متكبكبه شكلها من هنا كانت زايده، واخر شيء اللي هي شوكه ثانيه. طيب بما انه البطاطس طلع لنا خلونا احنا نذوقه، وقبل ما حتى نفكه ونشوف ايش الباكيج حقه. بسم الله. اوكي، ايضا بطاطس عاديه. خلونا الحين نفك صحن الشاورما. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعه، ده صحن الشاورما العربي تبع السندباد العربي. طبعا هنا في اشياء جديده، في تبوله. خلونا نقول بسم الله ونذوق اللي هي التبوله حقت السندباد. بسم الله. شوف، ليس الزمان زمانه وليس المكان مكانه. الصراحه انا من وجهه نظري شاورما حط لي فلفل، حط لي مخلل، حط لي ثوم، يلعب عربي معاي. طب نذوق اللي هي الكولسلو. اوكي تمام. مبدئيا هو ما في لا فلفل ولا في مخلل، ثوم، تبوله، كولسلو. خلينا نخش في المهم ونشوف اللي هو الشاورما العربي. شوفوا يا جماعه، ده الشاورما العربي تبع السندباد. مبدئيا اللي واضح انه مو بس خبز وشاورما دجاج، لا هذه في اضافه ثوم كذا جوه الساندويتش. خلونا نقول بسم الله وناخذ قضمه. بسم الله. ده برضه يا جماعه شاورما على الفحم. الله بطل. ايوه كده يا شيخ. راح سندويتش، اضافه الثوم اللي عليه، واو. انا كده يبغالي ان انا اخذ ايه، حبه البطاطس واغمسها في الثوم كده واذوقها. بسم الله. شوف كده، تجيب قطعه الشاورما وتسوي بها هوبا على الثوميه دي وتديها واحده. صراحة ختامها مسك مع السندباد العربي، مرة بطل. صلاة على النبي، شاورما عربي سيبك جيدة، الثوم كلام. ولكن هل حيفوز في الحلقة؟ هذا ما سنشاهده بعد قليل في التقييم. بكذا خلصنا اخر مطعم معانا، يلا نروح للتقييم. طيب بالنسبة لي انا كان في المركز الاخير اللي هو مروش، بعد يجي في المركز الثالث اللي هو السنديان. في المركز الثاني والاول صراحة انا مرة محتار بين السندباد وبين ابو نمر. الاثنين واو يعني من جد. انا بالنسبة لي الاثنين ذول توب حقيقي. لكن انا بالنسبة لي حروح من ناحية كل حاجة، حروح انه في المركز الثاني اللي هو السندباد. اما في المركز الاول واللي فايز معنا بجائزة افضل شاورما واللي هو ابو نمر، وبكذا ابو نمر هو الفايز معنا في هذه الحلقة. وبس كذا وصلنا لختام الحلقة. اكتبوا لي تحت في الكومنت انتم بالنسبة لكم ايش كان افضل شاورما عربي، واكتبوا لي تحت برضو ايش الحلقات الجاية اللي تبغونا نقارن فيها. وبس كذا وصلنا لختام الحلقة. كان هذا الشيء نختلف معك ربع اكثر، نختلف الاذواق. بس تعطيني لايك، شير القناة، انت مشترك، شير المقطع في كل مكان. كنت معكم انا احمد الهادي، الى اللقاء.